استلمنا يا ابوي. وين طابوك؟ والله انفك في الطابوك. اوقف اوقف، ايش بيك؟ اياد يا معود خرعتني عبالي سلاب. اخوي شنو السالفه؟ شنو ايش خيرك اليوم؟ شو برميلك بالشارع وين؟ اخوي ده استلمت راتبي وجايبه دفع. ما شاء الله، يعني هيك راتبه قوي جايبه برميل نفط. شو القضية يا اخوي؟ شو القضية راتبي برميل نفط؟ لا اخوي هي رواتبنا صارت نفط. اي ليش؟ الحكومة راح تعطي الموظفين نفط. انا اقول لك لأن شنو احنا رواتبنا منين تجي؟ من بيع النفط. مضيق هرمز مسدود، النفط ما يعبر، فالحكومة قالت اخذوا نفط، استلموا نفط واكلوا شربوا نفط. يعني هسه هي رواتبنا من بيع النفط؟ طبعا من بيع النفط. بعد انت ايش عندك يعني؟ سياحة، زراعة، صناعة، من نفط. زين هسه قول طولنا رواتبنا نفط، شو راح نصرفها؟ اخوي نص البرميل اكل وشرب، إيه؟ والنص الثاني بقيه الاشياء، انترنت، طبيب، ذانك، خشمك، هاي السوالف. زين هسه على حكيت هذا، يعني يقول يكفينا راس شهر؟ هو يزود 3 اشهر ضروري حتى النفط بالبيت، خير من الله وخر. اخوي هم زين قلت لي، لا خلي اروح الحق استلم راتبي يا نفط. اخوي روح على حق استلم، روح لحق استلم. اوقف يلا. اوقف نسيت. حسب الله راتبك استلمته برميل نفط، هاي الدبه شنو؟ هاي جزاهم الله خير شادين العلاوه. اخوي الله رايح. وياك الله وياك. انا هم خل اخبره بالايجار، يجي اخذ ايجار خبصني باليوم 1000 مكالمه. الو ابو الايجار، اي استلمت، تعال خذ لك 20 لتر. يلا باي. هذا المشهد برعاية مفروشات ليث العبادي.